في القسم الأول من الأنمي شفنا إن الأمير كريس طلب من إليانا إنها تكون خطيبته قدام الجميع مقابل مصالح مشتركة وإنها تقدر تزور الأرشيف الملكي بكل سهولة، وشفنا إزاي أيرين حاولت بخدعة إنها تورط الأميرة إليانا علشان تكون مكانها، فقدر الأمير كريس إنه يعرف كل مخططاتها هي وأبوها، وهتف قدام الجميع إنه مش عايز غيرها علشان تكون زوجته المستقبلية. ونبدأ مع ملخص القسم الثاني من أنمي أميرتي. بعد اللي حصل بياخد الأمير إليانا وفي طريقهم بتفكر إليانا في اللي حصل وإزاي الأمور بقت معقدة كده لدرجة انها ما بقتش فاهمة ايه اللي بيحصل بالظبط، وبيظهر لهم اللورد جلين وثيادور واليكس، واعتذر لها اللورد ثيادور انه منعها تدخل الارشيف لانه كان خايف عليها جدا من ايرين وتقدر ترجع له في الوقت الحالي براحتها. ده غير ان جلين اعتذر لها انه ابعدها من القصر علشان خايف عليها برضه. واليانا بتكون فرحانة ومبسوطة بوجودهم جنبها جدا وبتتمنى يكونوا جنبها على طول، وبيمدح اللورد ثيادور الامير كريس على ذكائه في انه يخلي الدوق بالكاس يعترف باخطائه هو وبنته. فقال الامير كريس دلوقتي ما فاضلش غير موافقة الجد الأكبر في عائلة إليانا، فاتخضت إليانا لما سمعت إن الكلام على جدها. وبيظهر اللورد ليان واعتذر للأميرة إليانا لأنه نشر عنها اسم الأميرة الجنية، فافتكرت الأميرة إليانا إنها سمعت فعلا الخدم وهم بيقولوا عنها الاسم ده لما رجعت القصر علشان ترجع الكتاب، وهي بتقول ان هم كانوا دايما بينادوها بشبح المكتبة علشان كده ما اهتمتش باللقب ده. فجأة بيظهر ألفريد اخو إليانا وهو مخضوض عليها جدا وبيسألها لو هي بخير لانه سمع اللي حصل كله علشان كده حضر يطمن عليها. فقال له الامير كريس ممكن تروح للجد بيرنشتاين وتقول له ان كل الشروط اللي حطها تم تنفيذها. فقال له ألفريد حاضر هقول له، بس افتكر كلامي ده كويس جدا، لو خليت اختي تبكي تاني وتكون حزينة مرة تانية مش هتردد لحظة في جمع كل العائلة ضدك. فقال له الامير كريس ما تقلقش مش هيحصل ده ابدا تاني. وقال له ألفريد هروح اخبر الملك والمستشار باللي حصل. فشد الامير كريس إليانا وقال لها انه عايزها في حاجة ضروري جدا علشان مصير العائلة المالكة، وهي مستغربة جدا مصير العائلة المالكة. وبعد ما قعدوا في المكتب سوا سألته إليانا تقصد ايه بمصير العائلة المالكة، فقال لها بصراحة لما تقدمتلك علشان اخطبك انا كدبت عليكي لما قلتلك انها خطوبة مزيفة، ولما رحت اطلب ايدك من جدك طلب مني شرطين لازم احققهم، والشرطين علشان يتحققوا اخرهم 4 سنوات لتحقيقهم. اول شرط موافقة جميع النبلاء على الخطوبة دي وده اللي حصل امبارح. تاني شرط اني اكون اهم عندك من الكتب اللي انت بتقرأيها، علشان كده انا انتظرت كل السنين اللي فاتت دي، لاني لو كنت قلتلك ساعتها اني بحبك وعايز اخطبك كنت هتقولي لي روح ابحث عن اي واحدة تانية تخطبها. والاميرة إليانا بتعترف انه لو كان قال لها كده ساعتها فعلا كان هيكون ده ردها. واعتذر لها الامير كريس لانه خلاها تقلق ان يكون ليه علاقة بايرين، والحقيقة انه اكتشف خطتها وعلشان كده خطط انه يكشفها قدام الجميع. واللي ساعده في ده عمة إليانا، فعرفت إليانا ان عمتها ما كانتش مريضة ولا حاجة، دي كانت حجة لابعادها من القصر مش اكتر. ولما بيبص للكتاب اللي هي رجعته له قال لها انا لما اديتك الكتاب ده كنت حابب جدا اساعدك، لكن بسوء الفهم اللي انت شفتيه رجعتيه ليا تاني، وحسيت ساعتها بالحزن فرجعه ليها الامير كريس. وإليانا سعيدة جدا بكلام الامير كريس ليها، لكنها بعد ما اخدت منه الكتاب سألته عن اللي يعرفه عن ماضي عائلتها بيرنشتاين، فقال لها انه هيقوله لها بعدين، لكنه افتكر ماضيه وهو صغير لما كان في مكتبة القصر والحراس كانوا بيدوروا عليه. وكان الامير كريس ساعتها بيلعب بالكتب، واول ما شافته إليانا صرخت له وقالت له ازاي ما بيقدرش قيمة الكتب بالشكل ده. فقال لها انت ما تعرفيش انا مين؟ فقالت له حتى لو كنت مين لازم تعتذر للكتب اللي انت رميتها دي، انت عمرك كام سنة؟ فقال لها 12 سنة. فقالت له ده كتاب عمره آلاف السنين ولازم تعتذر منه. فتأسف الامير، ومن بعدها إليانا عجبته جدا ودايما كان بيشاهدها في المكتبة وهي بتقرأ، لحد ما قرر في مرة يسألها هي بتقرأ ايه، فقالت له بتقرأ كتاب عن أساطير الشرق. وفضلوا يقرأوا مع بعض لفترة من الوقت، لكن بتمر الأيام ولما طلب الجميع منه انه يختار خطيبة ليه فقال انه عايز إليانا تكون خطيبته. وساعتها لما قال لوالده الملك اسم باباها أبوه حس بالقلق جدا وما كانش عارف ايه السبب بالظبط. لكن بيقول الامير كريس انه بعدها فهم ان في اشخاص في عائلة بيرنشتاين اسمهم ثايونارد، وهم ناس عباقرة ومن المعروف ان ابوها واخوها منهم، وانهم اذكياء جدا وهم افضل ناس بتعمل في القصر دلوقتي، وده طبعا بسبب ذكائهم الشديد ومعلوماتهم الواسعة. لكنهم معروفين برضو انهم دايما بيحاولوا يبعدوا عن السلطة والنفوذ، وده اللي خلى ابوه يقلق لان ممكن بخطوبته دي تسبب له المشاكل. لكنه فضل مصر على رأيه وراح لجد إليانا وقال له انه عايز يخطبها. وفي اليوم التاني راح لها المكتبة، لكنه عرف انهم بعدوها عنه لفترة كبيرة، وقال لها لما قلتيلي على المزهرية انها مزيفة اتأكدت انك واحدة من عباقرة العائلة دي، لان اخوكي اتى بعدك وقال نفس الكلام. فقالت له انها بس عرفت من قراءتها للكتب. فقال لها الامير كريس مش كل اللي بيقرأ عرف يتمن المزهرية دي،
وقال لها مش بس دي، قراراتك كانت ساعات بتخلصنا من مشاكل كتيرة كانت هتحصل وانتي انقذتينا. فوقف كلامه وقال لها انتي خدتيني الموضوع تاني، وهو كان بيتكلم عن قصة طفولته معاها. فتأسفت له إليانا لأنها مش فاكرة أي حاجة منها. فكمل الأمير كريس وقال لها تعرفي إن التقيت بيكي بعد فترة وانتي ما افتكرتنيش خالص، لكنك كنتي بتبصيلي وبتبتسمي زي ما بتعاملي الجميع. فاعتذرت له إليانا وكمل وقال لها لكني فضلت مصر على رأيي لحد ما طلبت منك الخطوبة، ومهما قالوا عنك شبح المكتبة أو الأميرة الجنية هفضل أحبك وعايزك تكوني الملكة. وإليانا بتقول في نفسها دلوقتي بس حسيت بالراحة والطمأنينة في قلبي. وسألته إليانا إزاي وهي ما عندهاش أي مواصفات اجتماعية علشان تكون الملكة. فقال لها الأمير كريس أمي اختبرتك في مرة لما تركتك مع بعض الوافدين الأجانب، ولازم تكوني واثقة من نفسك أمام الجميع لأنك تستاهلي تكوني الأفضل دايما. وهنا بيعترف لها الأمير بحبه ليها، وهي كمان بتكون سعيدة جدا باللي قاله ليها وبتعترف له بحبها وإنه الأهم عندها من الكتب. وبكده الأمير حقق شرطين لجد الأميرة إليانا. بيفتكر الأمير كريس لما كان طفل وفي مرة كان جنب والدته وهي بتحكي له قصة، وفي نهايتها توتة توتة خلصت الحدوتة، الأمير اتجوز الأميرة وعاشوا سوا بسعادة للأبد. فسألها يعني مفيش مرة حزنوا فيها؟ فقالت له والدته حتى لو مروا بأيام حزينة وصعبة هيقدروا يتخطوها بسبب حبهم لبعض. فسألها الأمير كريس طب لو هما مش سوا مع بعض هيقدروا يتخطوا ده ازاي؟ فقالت له أمه هقولك كلمات سحرية هتخليك ما تفارقش اللي انت هتحبها أبدا، بس بشرط لازم تختار الشخص المناسب ليك، وإلا الكلمات دي مش هتعمل. نرجع للحاضر وإلينا تم تجهيزها للخروج. فنداها الأمير كريس وقال لها على الرغم من محاولات تنكرك لكن باين عليك انك من عيلة نبيلة. وقالت له انه باين عليه برضو على الرغم انه هو متنكر زيها. وبتقول إلينا من ساعة ما قال لي الأمير امبارح عن شعوره بدأت أحس بشعور غريب جدا، وعلى الرغم اني بحب أكون معاه لكن خوفي بيخليني نفسي أهرب، ولما بكون بعيدة عن الأمير بحس بالوحدة جدا. وبتسأل إلينا الأمير ليه لازم يتنكروا بالشكل ده ورايحين على فين بالظبط؟ فقال لها الأمير كريس رايحين لنجمة سيسل. فقال لها انه عرف منها ان نفسها تروح لهناك مرة واحدة بس على الأقل علشان تختار كتب من كتبهم، ولو ضيعنا الفرصة دي النهاردة هتضطري تنتظري 3 سنوات كمان. ولما بتبدأ رحلتهم قالت إلينا إن نجمة سيسل دي هم عبارة عن مجموعة من العلماء المشهورين حول العالم، وهم بيتجولوا في كل مكان في العالم وملهمش مكان إقامة محدد، وبيبيعوا كتبهم مرة كل 3 سنين. وعلى الرغم إن في ناس كتيرة جدا بيتجنبوهم بسبب إن هم رحل وملهمش جذور ثابتة في أرض معينة، لكنها عارفة إن عندهم كتب قيمة جدا ونادرة. وبتقول إلينا لنفسها إن الأمير كريس عرف حبها لنجمة سيسل وإنها عايزة تروح لهناك لما سألها في طفولتهم، لكنها حزينة جدا انها مش قادرة تفتكر اي حوار ما بينهم وهم صغيرين على الاطلاق. ولما شكرته إلينا على معاملته ليها طلب منها الأمير كريس ما تعاملوش برسمية تاني وتحاول تناديله باسمه فقط بدون كلمة الأمير. ولما بيوصلوا للمكان بيكون مليان بالكتب، وإلينا مبسوطة جدا باللي شايفاه وبتشكر الأمير وبتناديه باسمه من كتر سعادتها، وهو فرحان إنها أول مرة تناديله باسمه. ولما دخلوا المكان لبيع الكتب بيسأل الأمير كريس عن كتاب للبروفيسور اسمه ليدزي، ولما بتسأل إلينا عن كتاب شافته وطلبته بلغة تانية من البائع فاندهش البائع وقال لها انه هيشوفه لها. فقال لها الامير كريس انه ما شافش اي حد عنده كم المعلومات اللي عندها. فقالت له انه والدتها كانت دايما بتحكي لها القصه دي، واخدت إلينا الكتاب من البائع وهي سعيده بيه جدا. ولما شافت كتاب تاني قالت ان اللورد ثيودور عايز الكتاب ده، فغار عليها الامير كريس وقال لها ما تفكريش في اي حد تاني غيري، ولو هو عايز كتاب يجي يجيبه بنفسه. فجاه بيسمع الاتنين بائع بيصرخ واطفال بتجري، وقال ان هم سرقوا منه كتب. ولما امسكوهم سالوهم ليه بتسرقوا، فقال الولد الاكبر فيهم انهم عملوا كده لان في شخص طلب منهم يعملوا كده. ولما سألوه مين الشخص ده فقال لهم انه واحد من نبلاء عائلة بيرنشتاين. فاتصدمت إلينا جدا لانها عائلتها. ولما حاولت إلينا تتقدم وقفها الامير كريس وراح لهم بدلها، وسألوه هو مين، فمسك فيه الطفل الصغير وقال له بابا. فالكل ساعتها اتصدم من اللي سمعوه، فهمس الامير كريس للبائع وقال قدام الجميع انه هيتبنى الطفلين دول. ولما قعدوا مع الطفلين قال الطفل باولو اكبرهم ان الطفل الاصغر اسمه رينيه، وبسبب مرض امه الشديد كانوا عايزين الطبيب ليها ضروري، لكن الطبيب ما قبلش يروح لهم لان اصولهم مش واضحه. وساعتها طلب منهم احد النبلاء ان هم يسرقوا الكتاب ده، ومقابل ده هيحضر لام رينيه الطبيب. ولما سألوه ليه رينيه بيفتكر ان الامير كريس ابوه، فرد رينيه وقال علشان امه قالت ان ابوه نفس لون عينيه ويشبه كتير الفرسان، وهو الوحيد اللي بينطبق عليه المواصفات دي. فقال باولو مش بس كده، هو سمع كمان الامير كريس وهو بيقول للبائع انه من معارف البروفيسور ليدزي،
وهو واحد من فرقة نجمة سيسل، وأم رينيه كانت بتعمل في الفرقة دي برضه، واتجوزت ولد منها كمان اللي هو أبو رينيه. فقال كريس إن مش هو والد رينيه، وراح قايل لإلينا انت بتبصيلي كده ليه؟ أنا ما عملتش أي حاجة، وكملي أكلك، ومشى وسابهم. وبتفضل إلينا مع الطفلين لوحدها، وبينظر لها باولو بغضب وقال لها انت من عائلة بيرنشتاين صحيح؟ ولما سألها هل هي تعرف موجلر، وقال لها ان عائلة موجلر ناس متكبرين جدا ودايما بيعاملوهم بقسوة، وللأسف اضطروا يعملوا عندهم ويذلوا نفسهم علشان يحضروا الطبيب لأم رينيه. وما قدرتش إلينا تهدي باولو، لكنها قالت له انها مرة قرأت كتاب كان المسافر فيه بيتعامل بقسوة من كل الغربان اللي لقاها في الصحراء، لكن المسافر صرخ بأعلى صوته وهو حزين من الغربان من سوء معاملتهم ليه، لكنه قال لو قابل أي غراب تاني مش هيسيء معاملته أبدا. فتأثر رينيه من القصة وفهم إن مش المفروض باولو ياخد إلينا بذنب أي حد من عيلتها، لكن باولو بيصرخ وبيقول انتوا النبلاء متكبرين وما بتشوفوش غير نفسكم. وإلينا زعلانة جدا ومش عارفة تتكلم، لكن رينيه مسك باولو وطلب منه يعتذر ليها. فاعتذر باولو من إلينا لأن ما كانش المفروض يصب غضبه عليها، لكنه انزعج لما عرف إنها من عائلة بيرنشتاين. فقالت له إلينا يستحيل أي حد مننا يسرق كتاب، إحنا ممكن نشرب السم علشان نحصل على كتاب مفيد. فقال باولو لا، شرب السم أفضل، وفضل يضحك كل الحاضرين. فلما قرب لها رينيه وعرف انها بتقرأ الكتاب اللي امه كانت متعودة تقرأه له، اطمن جدا ونام عليها. فقال لها باولو انه عارف ان الامير كريس مش هو والد رينيه، لكن لما حس ان رينيه سعيد معاه ما قدرش يتكلم، وطلب منها تخلي الامير كريس يوافق على انه يكون والد رينيه ليوم واحد فقط. فبيوصل الامير كريس ويسمعهم وقال لهم مش تسألوا صاحب الشأن الاول، وبياخد رينيه من إلينا وبينام رينيه على ايده. والامير كريس بيقول احنا هنقابل رئيس نجمة سيسل، مع اني مش عايز ده، وبتوافق إلينا وبتمشي مع باولو لبعيد. وبيكون الامير كريس بيراقبها وهو محبط جدا لانه كان نفسه يكون في الرحلة مع إلينا طول الوقت وما يكونش في الموقف ده. ولما بيصحى رينيه بيقول للامير كريس بابا. فقال له الامير كريس خليني احكي لك حكاية. كان في طفل صغير عينه زرقاء زي عيونك دي، وفي يوم عرف ان امه مريضة بمرض خطير جدا، فاضطرت امه تروح لمكان بعيد علشان يتم علاجها. وطبعا زعل جدا لانه مش هيقدر يشوفها لفترة طويلة، وكان كل يوم بيدعي تكون امه بخير وترجع له بالسلامة، وكان كمان بيكتب لها رسائل كتيرة جدا. وبالفعل اتحققت دعوته ورجعت أمه بالسلامة، لكنها للأسف ما رجعتش زي ما كانت وبقت بتتعامل مع ابنها بقسوة شديدة جدا. وطبعا ده اللي خلاه حزين جدا، وحس كأن أمه اتسحرت من ساحر عمل تعويذة عليها، وفضل يبحث كتير ازاي يكسر التعويذة دي، والحقيقة انه فشل وملقاش أي حاجة تفيده في كل الكتب. وفي يوم من الأيام شاف بنت شبه الجنيات السحريات وقدرت تفهمه إننا ما بنحسش بالأشياء المهمة اللي قدام عينينا. وبعد ما راقب أمه عرف إنها كانت بتحتفظ بكل رسايله وكل شوية كانت بتقرأها، فعرف إنه فعلا ما كانش ملاحظ أهمية وجود أمه جنبه وإنها الكنز الحقيقي ليه. وعرف كريس رينيه إنه ما يخسرش المهم بالنسبة له علشان يفكر في اللي ضايع منه، وطبعا يقصد ما يخسرش أمه علشان يدور على أبوه. ففهم رينيه المقصد من حكاية الأمير كريس وبطل يناديه ببابا وشكره جدا. ولما بيوصل الأمير كريس الرئيس مجموعة نجمة سيسل، قال الحراس إن هم يقولوا له إن في واحد مدين ليه أتى علشان يرد له الدين بتاعه. وخرج البروفيسور ليدزي واتعرف على كريس من اللحظة الأولى وقال له أنت الطفل الصغير أبو عيون زرقاء، وسأله هل الأطفال دي أطفالك؟ فبترجع إلينا ولاحظ ده الأمير كريس، وهي بتقول في نفسها إنها حاسة إن في حاجات كتيرة جدا ما تعرفهاش عن الأمير كريس ولازم تفهمه أكتر. وبكده يكون انتهى ملخص القسم الثاني من أنمي أميرتي، واللي حابب نلخص القسم الثالث ياريت تكتب لنا في التعليقات.